كلمتين كده عن نادي الزمالك. كنت حابب اتكلم اولا طبعا لازم نبقى عارفين ان الزمالك عنده ظروف صعبه. الزمالك عنده مجلس اداره فيه مشاكل. نادي الزمالك عنده عدد نقص كبير جدا في عدد اللاعبين. اعتقد خصوصا في الناحيه الهجوميه زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا كتير قوي ان الزمالك عنده مشاكل على مستوى الهافين، الهاف ليفت طبعا والهاف رايت. زي ما قلنا قبل كده احنا مفيش غير احمد سيد زيزو، هو الوحيد المتاح اعتقد اللي ليه خطوره في الجزء الهجومي كله. وده طبعا ما ينفعش لفريق كبير بحجم نادي الزمالك بينافس على بطولات كتير زي دوري وكاس وكونفدراليه. طبعا الزمالك احنا دخلنا في شهر واحد، احنا كنا بنتكلم من فتره شهر واحد قرب يا جماعه، شهر واحد قرب. احنا دخلنا في شهر واحد دلوقتي وشايف ان الزمالك مفيش اي جديد. ما شفناش اي صفقات لحد دلوقتي. حتى الاسماء اللي بتتردد انا شايف انها اسماء ضعيفه جدا، لا تليق بنادي الزمالك. احنا شفنا مستويات الفتره الاخيره، ماتش المصري وغيره اللي قبله، احنا مش مقتنعين خالص. يمكن ماتش الاتحاد الى حد ما الزمالك كان معقول، ولكن جروس لسه عنده مشاكل. انا شايف لحد دلوقتي ان المشاكل دي مش بايده. هو بيحاول يحل طبعا في ظل النقص العددي اللي موجود، زي اللي كان بيعمله بالظبط قبليه جوميز. كان برضو تحس ان هو بيجيب من هنا ويحط هنا، بيحاول يعمل تشكيله. طبعا اعتقد ان احتياجات الزمالك واضحه وصريحه. مبدئيا الزمالك زي ما قلنا محتاج وينج شمال. طبعا خلاص احنا زهقنا وتعبنا من الكلام على مصطفى شلبي. مصطفى شلبي حتى الان ما بيقدمش اي جديد مع نادي الزمالك. مصطفى شلبي هو اداؤه من سيء لأسوأ. احمد سيد زيزو لحد دلوقتي ما بيديش 100% بتاعته. ليه اعذاره، ممكن ليه اعذاره، مشغول بالتجديد، همشي هقعد، وده طبعا غير مقبول. الزمالك داخل في معمعه كبيره قوي الفتره الجايه. خلاص دخلنا في شهر يناير. الزمالك محتاج تدعيم قوي جدا. اعتقد المكان رقم 6 في نادي الزمالك دونجا وحيد. وزي ما احنا بنشوف طبعا ان دونجا برضو مش اللاعب المستوى الثابت. دونجا بيلعب ماتش وممكن قدامه ماتشين 3 مش كويس، وممكن العكس بصراحة، ممكن يلعب ماتشين 3 كويس بس برضو بيرجع للمستوى السيء تاني. وده ليه؟ طبعا عشان هو ما فيش غيره في المكان ده. الزمالك طبعا عنده الحتة الدفاعية طبعا. اعتقد يعني برجوع الونش الى حد ما ظبطت شويه، ولكن يظل الزمالك محتاج لعيب في المكان ده. بشوف بعد مشاكل الجزيري الفتره الاخيره الزمالك محتاج مهاجم جدا، تحسبا يعني ان الجزيري هيمشي، فانت ما عندكش الا ناصر منسي، وما اعتقدش ان في حد تاني كويس كمهاجم في نادي الزمالك يقدر يأدي الفتره الجايه. فاعتقد انت هتحتاج فرود اجنبي كويس الفتره الجايه. جزئيه تانية كنت حابب اتكلم فيها برضو وهي عن النادي الاهلي. طبعا الزمالك اتكلمنا عليه كتير وقلنا عنده ظروف وعنده مشاكل وعنده ازمه ماليه كبيره. مش قادر يشتري لعيبه، مش قادر يدعم، دايما بيتعرض لوقف قيد وغيره من المشاكل. لو هنتكلم على الاهلي، انا مش شايف للاهلي مبرر او للاعبين اللي موجودين دلوقتي مبرر المستوى اللي احنا بنشوفه. ومش من دلوقتي والله، مش عشان الاهلي اتعادل ماتش، ولا الاهلي من اول الموسم وهو مفيش اداء ثابت. الاهلي بشوفه سيء جدا من بدايه الموسم. حتى لو بيكسب في ماتشات كتير كسبها وكان هو الاقرب للخساره. في ماتشات كان التحكيم يمكن فرق معاه شويه، ولكن ما بنحبش نتكلم برضو على التحكيم، بس هنتكلم ككوره. الاهلي من سيء لأسوأ. طبعا احنا بنشوف ان
عشان بس ما نجيبش الموضوع في ملعب حد معين، لا هي طبعا هتبدا من الاداره. اللاعبين، كولر. انا حابب ابتدي بكولر لان انا شايف ان كولر مش من المدربين اللي هو يقدر يجي على تيم امكانيات محدوده ويقدر يطور ويعلي، لا هو عايز لعيبه جاهزه، عايز لعيبه نمبر 1، لعيبه تنزل تفرق معاه وهو بس يحط تشكيل. مش من المدربين اللي تصنع الفارق مع كواليتي قليل او عدد لاعبين قليل، بدليل ان هو الراجل عنده ناس كويسين، بس يمكن الدكه مش على المستوى اللي موجود. احنا اول موسم قلنا الاهلي عنده دكه قويه جدا، احنا اكتشفنا بعد كده ان اللاعبين بصراحه يعني مش دون المستوى، حتى اللاعبين الاساسيين اللي موجودين في الاهلي دلوقتي هم دون المستوى. انت لو جيت بصيت على مستوى لاعبين الاهلي، لو بدانا حتى من حراسه المرمى اللي احنا كنا بنقول ان الشناوي رقم 1 في مصر، احنا بنشوف ان الشناوي بيقدم مستوى سيء جدا الفتره الاخيره، غير ان احنا سامعين ان هو مش حابب ان هو يقعد احتياطي لمصطفى شوبير، وانا بشوف ان دي طبعا مش في الكوره. انت لو بتقدم، انت لعبت كتير، انت لو بتقدم مستوى كويس اعتقد انت مش هتبقى بديل ومحدش هيقعدك. انت جيت في عز ما كان مصطفى شوبير متالق ومكسر الدنيا وانت كنت مصاب، وهو كان مكسر الدنيا وهو كان سبب وجود الاهلي او سبب فوز الاهلي ببطوله افريقيا الاخيره. انت رجعت، اول ما رجعت انت شوبير قعد على طول وما اتكلمش، وانا كنت بشوف ان ده ظلم. طول عمري بشوف في الكوره حارس المرمى بالذات، الحارس اللي بيركب بيكمل لحد اما الحارس ده يقع، يبدا يجي الحارس الاحتياطي يبدا يخش واحده واحده. لكن احنا شفنا ان العكس حصل، ان رجع الشناوي تاني وبدا يلعب تاني وبدا في خسائر تاني للاهلي ومستمر ومكمل بغلطاته، ويجي يقول لك لا انا مش عايز اقعد لمصطفى شوبير. طبعا الكلام ده يا جماعه مش مظبوط. فانت بدايه من محمد الشناوي سيء جدا، خط الدفاع سيء جدا، الاهلي ما عندوش باك يمين كويس، الاهلي ما عندوش باك شمال كويس، الاهلي يمكن قلب الدفاع معقول شويه برامي ربيعه وياسر ابراهيم واللاعب المغربي الجديد، اعتقد برضو يعني الى حد ما خط الدفاع مش وحش. نص الملعب كله كارثي في الاهلي، يمكن ما عدا مروان، الى حد ما مروان عطيه بيقدم اداء متوازن، لكن مفيش، ولا في عندك اكرم ولا عندك امام عاشور ولا مفيش ولا قفشه، ولا مفيش اي حد خالص بيقدم اي اداء جيد مع النادي الاهلي. بشوف كوكا ده لا يصلح للعب النادي الاهلي. خط النص بالكامل في الاهلي في مشاكل كبيره جدا، ومن حظوظ النادي الاهلي ان الاهلي اي لعيب اي فريق بيلعب الاهلي بيكون خايف من الاهلي وعامل له حساب زياده عن اللزوم، لكن بخط الوسط ده اعتقد ان الاهلي بينزل مهزوم. امام عاشور علامه استفهام كبيره جدا. انا بالنسبه لي كمحلل او كمشجع كوره او حد بتفرج على كوره، انا بشوف ان امام عاشور مش عارف ايه حجته ان هو يبقى بيركز في الملعب ويكون اداؤه كويس. راجل عامل مشاكل كتير جدا، وفي نفس الوقت المدرب بيلعبه اساسي، بيقعد قفشه بره، اللي يمكن قفشه الى حد ما عنه لما بيلعب بيأدي وبيحرز اهداف وبيصنع اهداف. انا بشوف امام عاشور بيلعب ال 90 دقيقه، كميه ميس باص رهيبه، مفيش شوتنج على الجون، مفيش ثرو بيتعمل، مفيش اي خطوره، مفيش استحواذ على الكوره، ما بيقدرش يعمل استحواذ على الكوره. انا بشوف عبد الله السعيد في نادي الزمالك يا جماعه 40 سنه، الراجل بيتحكم في رتم الماتش، هو اللي بيتحكم في استحواذ الزمالك على الكوره. انا بشوف ان امام عاشور في المقابل لعيب صغير في السن، لعيب ملوش اي حجه، الجمهور بيدعمك، يعني الجمهور على اخره منك، جمهور الاهلي على اخره منك، وفي نفس الوقت لسه بيدعمك وبيقول لك لا وامام وعندنا. لكن انت اعتقد ان انت مركز بره الكوره، شايف ان انت لو تركيزك في الكوره بس كامكانيات امام عاشور طبعا لعيب كبير جدا جدا، امكانيات لعيب كوره رهيب، ولكن انت ما قدمتش 20 30% من مستواك اللي كنت بتقدمه مع نادي الزمالك بتقدمه مع الاهلي، وانت مالكش اي حاجه. انت راجل متوفر لك كل الامكانيات، انت راجل فئه اولى في النادي الاهلي، انت راجل بتلعب اساسي، كل الدعم من الاعلام ومن الجمهور. انا مش عارف ايه حجتك بالظبط بالنسبه لامام عاشور. طبعا ولو جينا اتكلمنا على الناحيه الهجوميه بقى حدث ولا حرج. اللي انا شايفه وجهه نظري ان خط هجوم الاهلي بالكامل كله انا مش شايف غير وسام ابو علي.
وسام ابو علي مظلوم جدا جدا. انا يعني في ناس كتير انتقدته المباراه الاخيره. انا بشوف ان وسام مفيش بايده اي حاجه خالص. وسام بيكافح وبيجاهد لوحده في خط الهجوم. مفيش حد بيساعده خالص. المفروض فيرود زي ده يتعمل له 20 25 اوفر من اليمين ومن الشمال، يشتغل على الجون، هيدرز، عرضيات، يتعمل له سيروهات من تحت. انا ما بشوفش الكلام ده خالص. انا بشوف هافين شبه ميتين في النادي الاهلي. حسين الشحات مستوى بعيد جدا بقاله فتره كبيره، مستوى بعيد جدا. تاو طبعا بيلعب او ما بيلعبش مش فارقه. ايا كان مين اللي بتلعبه هو يا جماعه، انا مش شايف اي خطوره خالص. حتى الباكات طبعا، الباكات ما فيش التكميله، ما فيش الاوفرلاب مع الهاف، ما فيش اوفرات بتتعمل للراجل جوه ال 18. فالراجل مظلوم جدا. انا بشوف ان وسام ابو علي مهاجم كويس قوي قوي قوي، ولكن يفتقد صناعه اللعب، يفتقد الاسيستات من خط هجوم ضعيف جدا للنادي الاهلي. اعتقد الخط الهجوم ده لو بالمنظر ده مش هيكمل. وانا دايما كنت بقول الاهلي بيكسب حتى لو وحش، بس بالمستوى اللي انا شايفه ده الاهلي مش هيوصل لبعيد في بطوله افريقيا. سيبك من الدوري كله وحش، كله بيخبط، ولكن بطوله افريقيا الاهلي بالمستوى السيء ده اعتقد الموضوع هيبقى صعب جدا يا جماعه. الاهلي برضو زيه زي الزمالك محتاج تدعيم قوي في يناير، خصوصا في الحته الهجوميه. محتاج نص ملعب كويس قوي ينقل الفرقه من الدفاع للهجوم، لعيب يبقى فيه واصله، يقدر يلاعب الهافات ويقدر يلاعب الفراوده. ولازم هاف قوي جدا يكون اجنبي يحل مشاكل الاهلي الهجوميه. طبعا اتكلمنا على جزئيه كولر وجزئيه اللعيبه، ان هي دي مستويات اللعيبه اللي موجوده للاسف. وده امكانيات المدرب للاسف، انه مدرب محدود جدا، ما يقدرش يشتغل بكواليتي اقل، او ما يقدرش يشتغل بعدد لعيبه قليل. هو محتاج عدد كافي. دايما هو بيطلع في تصريحاته بيتكلم انا محتاج لعيبه، محتاج صفقات، في ظل ان الاهلي عنده يعتبر سكواد قوي. يمكن السكواد ده برده هو اللي خد بطولات قبل كده، ولكن هو وقف خلاص عند مستوى عند هذا الحد. اخر حاجه عايز اتكلم على مجلس اداره النادي الاهلي. انا مش عارف ليه مجلس اداره النادي الاهلي بيجي في الاوقات الحاسمه ويبخل على النادي باللعيبه الكواليتي العالي. يعني ليه دلوقتي لما يجي مثلا بيشتري لعيب، خلاص قربنا خلاص من صفقه من رمضان، وجي في اخر لحظه قال لك اصل الرتوش الاخيره والفلوس انا بشوف ان ال 3 4 مليون دولار دول اللي هو بيبخل بيهم ان هو يشتري بيهم لعيب كواليتي عالي، هو بيروح يكسبهم في ماتش. يعني الاهلي بيروح يلعب ماتش مثلا في الانتر كونتيننتال ايا كان بياخد 3 4 مليون دولار. بتروح تشتري لعيبه ضايعه، لعيبه اجانب فاشله. ليه لما اروحش انا ادفع مره واحده مبلغ كبير في لعيب كويس هيفيدني؟ فدي انا بشوف بصراحه مجلس اداره الاهلي او كابتن الخطيب بالذات بيبخل جدا على النادي الاهلي بالصفقات القويه، اللعيبه الكواليتي العالي. وده اللي ناقص النادي الاهلي الفتره الجايه. الاهلي داخل على بطولات قويه جدا، الاهلي داخل على كاس عالم انديه، الاهلي داخل على ادوار حاسمه في بطوله افريقيا. ما اعتقدش انه يقدر يكمل بمستوى اللاعبين اللي موجود دلوقتي. لازم الاداره تدعم الفتره الجايه. زيه زي نادي الزمالك برضو مش هيقدر يكمل بالمنظر ده. انا شايف من سيء لاسوأ. شهر يناير احنا بدأناه خلاص، لازم التدعيم.